هارتاح في العيد برضه وقّفوني في المطبخ في العيد، ما فيش فايدة المطبخ ورانا، ورانا. النهارده هنعمل طاجن لحمة بالبصل عسل، يخني كده عسل، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا قضيتوا عيد سعيد وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى كل حبايبكم. هنا بقى جبت نُص كيلو لحمة قطّعتها مكعبات صغيرة وكان معاها حتة دهن برضه قطّعتها صغنّن، وجبت بقى 3 بصلات كبار كده، كتّري بقى كل ما كتّرتِ من البصل كل ما كان أحلى وأحلى. وقطّعت البصل كده slice كده زي ما أنتم شايفين، نِفسي يا جماعة ييجي عليَّ عيد ما أقفش في المطبخ. بصراحة يعني ماشي خرجنا اتغدينا برّه وكل حاجة وكلنا أول يوم وتاني يوم فسيخ ورنجة، بس برضه يا جماعة المفروض ما نقفش بقى نرتاح بقى، إحنا يعني طالعين من رمضان كل يوم طبيخ، كل يوم أكل، كل يوم عزومات مش عارف إيه، المفروض نرتاح، ما فيش راحة يا جماعة، المطبخ ورانا، ورانا. بس قطّعت بقى ال3 بصلات وجِبت بقى حلة على النار معلقة سمنة كبيرة كده، وحطيت الدهن اللي أنا قطّعته وحطيت كمان شوية زيت عشان الدهن بتاعي بس مش كتير، عشان الدهن بتاعي ما يتحرقش بس منّي. وأول ما الدهن سالت كده اللي فيها وقدحت كده معايا وبقى طعمها حلو، نزلت بالبصل وحيّقته بشوية ملح وفضلت أقلّب فيه لغاية ما دِبِل شوية. أنا قُلت عقبال ما يدبل بقى جِبت برطمان الفسيخ وقعدت بقى يا جماعة جِبت رغيف عيش كده وقعدت بقى أسلّي نفسي، قُلت لأ ده أنا لسه هاستنى بقى لغاية ما اللحمة تخلص، لأ جِبت الفسيخ بقى وقعدت بقى أنا باخلي الفسيخ كده وباحطه في برطمان وباحط عليه زيت وبنقعد بقى طول ما إحنا رايحين وجايين ناكل منه، خطير. كده خلاص البصل دِبِل معايا، نزلت بقى باللحمة المكعبات دي حوالي نُص كيلو، تمام، ونقلّب بقى. بُصّوا البصل كمية البصل تكون أكتر من كمية اللحمة بكتير، بيخلّي اللحمة عسل كده ومسكّرة وبيودّيها في حتّة تانية. حطيت بقى البهارات بتاعتي، فلفل أسمر وبهارات لحمة، ونزلت برشة بسيطة جوزة الطيب، لو مش عايزة تحطّي جوزة الطيب حطّي كبابة صيني، تمام. وبس هي دي البهارات، الملح مش هنحطه دلوقتي خالص، هنستنى لغاية ما اللحمة تستوي. هاغطّي عليها وأهدّي عليها النار بقى واسيبها مع نفسها تاخد وتدّي بشكل وِدّي كده. بُصّوا البصل بدأ يختفي، جِبت بقى كوباية شوربة لحمة كانت عندي، لو ما عندكيش شوربة زوّدي كوباية مَيّة عادي جدًا، ووطّي عليها بقى وسيبيها مع نفسها لغاية ما تستوي كده خالص بقى تبقى زبدة. أنا بقى هاحط لها معلقة هريسة عشان أكسر اللون بس، معلقة هريسة شطة من اللي إحنا عملناها مع بعض، هاسيبها لكم في أول تعليق. وهدّيت عليها النار لغاية ما استوت معايا، لو ما عندكيش هريسة شطة ممكن تحطّي معلقة صلصة أو طماطمتين متقطّعين. خلاص كده اللحمة بتاعتي اتأكدت إن هي استوت، زوّدت بقى الملح بتاعي وجِبت طاجن بقى يا جماعة وحبّيت أدلّع الدنيا، وقُمت حاطّاها في الطاجن وزوّقتها كده بشوية فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر وحطّيت قرن كده حامي في النُص، بس كده. وأدخّلها الفرن وأولّع لها من فوق ومن تحت مع بعض لغاية ما تطلع بالجمال والحلاوة اللي أنتم هتشوفوه. بُصّوا خطيرة، عسل، قلبت ريحة الدنيا، طعمها خطير، وهتحتاجوها في العيد الكبير أكيد. جميلة أوي يا بنات، بس كانت سخنة ما كنتش قادرة أقطّعها لكم، بس جِبت لقمة كده وقُلت بقى بُصّوا شكله ده عسل والّا طعمه خطير، خطير. لو عجبِك الفيديو بقى ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيّروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم، باحبكم جدًا، 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 ويا رب تكونوا قضّيتوا عيد سعيد وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم. أنا باحبكم جدًا، جدًا، جدًا. باي، باي، سلام عليكم.